السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. للمرة التانية خلال أسبوع حمو بيكا في اسم شرطة العجوزة، دعونا نتعرف على التفاصيل. للمرة التانية في أسبوع يدخل مطرب المهرجانات حمو بيكا ديوان عام اسم شرطة العجوزة في الجيزة لتحرير بلاغ، وكانت المرة الأولى بتحريره بلاغ ضد مطرب المهرجانات نور التوت متهم إياه بالتشهير والنيل من سمعته. وفي المرة التانية تقدم ببلاغ مماثل ضد مذيع بأحد القنوات الفضائية ومحامي، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما على خلفية إساءتهما له والتقليل من شأنه وفق قوله. وفي ساعة متأخرة من الليل حضر بيكا إلى ديوان الاسم وطلب مقابلة الرائد حسام العباسي رئيس وحدة المباحث لتحرير محضر سب وقذف. وكان المشكو في حقهما تلك المرة مذيع يدعى ألف عين يقدم برنامج يتحدث عن شؤون الوسط الفني على أحد الفضائيات، وضيفه محامي اسمه ألف ميم، وكلاهما حسب مقدم البلاغ كان ينال منه بألفاظ وعبارات يعاقب عليها القانون. ومطرب المهرجانات قدم دليل فلاشة تحتوي على مضمون الحلقة التلفزيونية محل الشكوى لإثبات صحة أقواله، والتي ورد أن المحامي قال عن حمو بيكا عايز يذبح أي حد ينتقده بالسكينة. وأشار مقدم البلاغ إلى أن المحامي زعم أنه يحرض على الفسق والفجور، وقانون مكافحة الدعارة واضح في معاقبة أمثاله. وبالعرض على المقدم عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة أمر بإحالة البلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وعلى نحو آخر قد تقدم حمو بيكا ببلاغ ضد نور التوت متهما إياه بالاستيلاء على نحو 200 ألف دولار حصيلة أرباح من قناة على موقع الفيديوهات يوتيوب. إلى هنا ينتهي الخبر، شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.